الصوت حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم العضو احمد ويكا من جروب العظماء. هنقدم النهارده شرح ازاي تعمل اغنيه وتسجلها، تحط لها فلاتر وتظبطها يطلع صوتك حلو. اول حاجه هنشتغل على برنامج اس برو اللي هو الاخضر ده. نفتح البرنامج عادي، يحمل اهو. دي واجهه البرنامج، بس هو البرنامج يبقى كده يعني. اول ما بتفتحه، اول ما تحمله وتفتحه يبقى مهرجان بتسجله على البرنامج ده. اي واحد بتاع مهرجانات، الناس المعروفه بتسجل على الشغل ده. اسف برو، سوني اسف برو بتسجل على الكلام ده بالظبط. ماشي، دي حاجه اسمها ماستر. المهم انت عايز اول حاجه تحط مزيكا، يعني في المهرجان المزيكا اللي هتسجل على المهرجان. مثلا مزيكا ايه بتسحبها، تدخل البرنامج وتحطها في البرنامج. دوس نيكست، نيكست، دوس نيكست كده لحد ما تخلص فينيش. مجرد انك بترسم، بس بترسم اهو او يعني كده كده اهو. ثواني كده، وبتكبر كده، بتصغر على حسب الحته اللي انت عايز تسجل عليها يعني. مثلا احنا هنسجله بس حته صغيره عشان الشرح. مزيكا ايه مثلا؟ اول حاجه ونسجل، نرجع المزيكا زي ما هي، نسجله. العلامه الحمراء اللي اسمها ريكوردر دي تحت، اهي العلامه الحمراء دي اللي بتسجل منها. تدوس اهو على التسجيل، وكل ما بتتكلم والصوت بيعلى فوق، الصوت بيوطى، ده مستوى صوتك. بتاع الخضرا دي اللي بتطلع وتنزل، ده مستوى صوتك. اول بقى ما تبدا انك عايز تسجل، دوس ستارت. مثلا هنسجل حته ودلوقتي العظماء ده احسن جروب، كله شرح كلام مظبوط. مثلا ايه ده الصوت. او اول ما بيطلع شيل لازم شيل الحتت الفاضيه دي عشان بتعمل زنه في المهرجان او في الاغنيه او في اي حاجه. اه، شيل الحته الفاضيه اللي في الاول والاخر دي، كده بتعمل بس زنه. ده صوتي او من غير فلاتر او من غير اي حاجه، من غير الصوت يعني اللي بتسمعوه في المهرجانات من غير فلاتر، وده من غير فلاتر ومن غير اي حاجه. صوتي اهو. العظماء ده احسن جروب، كله شرح كلام مظبوط. العظماء ده احسن جروب، كله شرح كلام مظبوط. ده صوتي. وطبعا هتقارن الصوت ده بالصوت بعد ما تحط الهندسه الصوتيه والشغل واي حاجه. مثلا تفتح اللي هي التراك اف اكس دي، اللي هي العلامه دي اللي محطوطه دي اللي انا معلم عليها. ده فلتر اسمه التراك، ده اللي بتظبط بيه اللي هو الهوا، مقدار الصوت والهوا والحاجات دي. ان مثلا انت تعملها كده، تعمل دي كده، دي ظابطه يعني حلوه، خلي المهرجان يطلع حلو. ده لازم نحطه الفلاتر اللي هي اساس المهرجانات اللي بتشتغل بيها. ندوس على العلامه اللي فوق دي الخضرا، اللي هي ايديت اللي فوق دي الخضرا، دوس عليها. دي كل الفلاتر. طبعا انت بتنزل فلاتر بقى اللي هي هنرفعه احنا ان شاء الله على الجروب. كل اللي عايز يعمل مهرجانات لازم بتنزلها وتسطبها، وهي بتظهر في البرنامج لوحدها. اول فلتر واهم فلتر واحسن فلتر هو الاوتو تيون. اوتو تيون 4 من ديفو. تدوس عليه كليكين او تدوس عليه وتدوس اد، كلمة اد دي هنا. تاني فلتر اسمه التايم وورك ديلاي، تايم وورك ريفيرب. ده تالت فلتر. تدوس فلتر، دي فلاتر تانية. ده فلتر ويف، ده مجرد ممكن تشيله ممكن تحطه على حسب ما انت عايز يعني. ده مجرد انه بيعلي الصوت بيخليه اوضح، بس ممكن ما ينفعش الانواع من المايكات اللي هو لما يبقى الصوت يعلى بيعمل تشويش وزنة جامدة قوي في المهرجان. مثلا نحط الفلتر اهو، حطيناه، دوس اوكي اهي فلاتر. ده فلتر اوتوتيون اللي انا قلت لكم ان هو اهم واحسن فلتر. بتدوس اهو، دي المقامات، كل واحد بيغني وليه مقام. انا مثلا مقام صوتي على 19 تيون، ودي فلات، ده مقام بتاع صوتي. ممكن انت مقام صوتك يتغير يبقى سي، يبقى دي كده، على حسب ما انت عايز يعني. انت تقعد تجرب لحد ما صوتك يتعدل. انا ده وزنية صوتي. بعدين كل تدوس على كلمة سيت مينور دي، دوس عليها، بيبقوا عاملين كده، دوس عليها. دي تعمل زي ما انا عامل بالظبط في فلتر اوتوتيون، لان دي يعني ما فيهاش ظبط، لازم تعملها كده بالظبط. تعلي دي، تعلي دي برضو، تخلي دي 1500، وتعلي دي، دي تخليها صفر، دي تعليها،
دي تخليها 30 مثلا كده، ونعلقها بالراحة 30. دي بقى اللي انت لو صوتك تخين، لو صوتك تخين او تعملها كده، صوتك رفيع تعملها كده. بس انا صوتي بتيجي في النص عندي بالظبط، انت تفضل يعني تزود سنة صغيرة لحد ما صوتك يتظبط. انا مثلا اهي صوتي اهو بالظبط. ودي خلوها صفر، واحد قصدي، دي خلوها صفر كده تبقى صفر. دوس على العلامة دي تنورها، دوس على دي تنورها بس، دوس على دي. كده خلصنا فلتر اوتو تيون اللي قدام حضراتكم. نخش على فلتر التايم ورك لاي. اول فلتر ده ممكن تستغنى عنه لو مش عايز مهرجانك او الاغنيه اللي بتسجلها يبقى فيها صدى جامد، او ممكن تقلل الصدى من هنا او توطيه زي ما انت عايز. بس انا خلوه عادي يعني 1.5 اللي هو بينزل بيه. بعدين انا جاي رافع دي كده، ترفع دي كده. ده الفلتر التالت او الرابع مع التراك يعني. ده تايم ورك ريفيرب. لازم تعمل اللي انا بعمله ده بالظبط. نزل لتحت، طلع التلاتة اللي فوق كده، تخليه -11. او دي ممكن يعني كده انت بتزودها كده الصدى جامد قوي، كده تقللها كده. يعني انا بتاعتي وزنيتي او ظبطة صوتي او الحاجة اللي انا بحب اعمل بيها تكون -11. دي بتخليها 6 سواء كده او كده. تخلي دي 64 متنساش، بتظبط حاجة. ده فلتر الويف. انا قلت لكم ممكن بيعلي الصوت ويوضحه بس. قدامكم انت بتختار من هنا لحد ايه. تختار الاولى على حسب نوع المايك اللي عندك، اختار التانية لحد ما صوتك يتظبط على اي واحد. احنا نختاره مثلا اللي هي دي. انت بقى بدل ما تقعد كل شويه كل ما حد يسجل صوت او انت عايز تعدل له صوت تفضل تسجل وتعمل فلاتر كده كل شويه، تتعب تاخد وقت. فانت تقوم جاي كاتب يعني مثلا نسجلوها وزنيه، دوس على علامه سيف اهي اللي فوق دي كده تسجل. دي هنختار اهي كده الوزنيه اهي زي ما احنا ايه عايزينها بالظبط. وزنيه اهي. كان بص على الصوت، بص الصوت بقى عامل ازاي. دوس على بلاي. العظماء ده احسن جروب، كله شرح كلام مظبوط. ده اللي انا قلت لكم عليه، الصدى اللي في الاول كان جامد، فاحنا نضطر ايه يعني اشيل الصدى اللي هو الفلتر ده. قلت لك ممكن تستغنى عنه، انا مش عايز المهرجان يبقى فيه صدى. بص كده الصوت مش هيطلع فيه صدى. العظماء ده احسن جروب، كله شرح كلام مظبوط. شفت كده مفيش صدى. على حسب بقى انت ممكن تقلل الصدى لو عايز يبقى فيه سنة صدى، عايز يبقى حتة في المهرجان فيها صدى جامد زي ما انت عايز. تاني حاجة هنتعلمها في الهندسة، دي بتبقى لعبة في اي مهرجان او حتة يعني ممكن تحل المهرجان بالنسبة لاي واحد بيسمعه. التقطيع. وانا قلت اول كلمة مثلا العظماء اللي هي دي العظماء. فاحنا ايه، بص على الصوت ده، الصوت اهو، دي كلمة العظماء اهي. ده او حرف الالف اللي هي ايه العظماء حرف الالف. فاحنا ندوس عليه ناخد حرف الالف ده بس. دوس على ايديت، دوس كلمة سبيلت او دوس حرف الاس على طول، تاخدها كوبي، حطها بسط، تحركها بقى من مكان لحد ما انت تظبطها بالظبط زي ما انت عايزها. اهو ناخد واحدة تاني، نحط واحدة تاني بسط. بس مثلا كده التقطيعة بقت عاملة ازاي. العظماء ده احسن جروب، كله شرح. العظماء ده احسن. كده التقطيع حلوة. نيجي تالت حاجة في شرح الفيديو ده، في اخر حاجة معانا النهاردة وان شاء الله نعمله شرح تاني واحسن. ازاي تتخن الصوت وازاي ترفعه. يعني في ناس صوتها تخين عايزة يبقى صوتها رفيع، او حتى عايز تعملها في المهرجان ترفع صوتك، يبقى صوتك يعني بيبقى جميل، عايز ترفعه بطريقة تبقى حلوة يعني بالنسبة لأي حد يسمعه. دي برضو بتبقى لعبة في الهندسة، وان شاء الله نتعلموا حاجات سحبة الصوت وحاجات تانية. نيجي لو عايز ترفع وتخن صوتك، دوس على العلامة دي، المربع ده، دوس عليه كليكين اهو، قدامك ده الصوت اهو اللي انت سجلته. بتدوس على العلامة دي خليها علامة صح كده اهو، اهي بتبقى كده، تدوس عليها خليها علامة صح بس. بدأ تدوس قدامك اهو ده الصوت. لو انت عايز ترفع صوتك يعني تخليه زي العيل الصغير، وجاي اعمل كده تزود دي فوق
بص كده. العظمة ده احسن جروب، كله شرح كلام مظبوط. شوف الصوت بقى عامل ازاي. مثلا عايز انت صوتك رفيع عايز تتخنه شويه، بص كده الصوت. العظماء ده احسن جروب، كله شرح كلام مظبوط. ده كده احنا خلصنا شرح الهندسه الصوتيه ولعبة سنة في المهرجانات. انتظروني صفحتي جي احمويكا، انتظروني على جروب العظماء، شرح افضل ان شاء الله، صاحبة الصوت، ونشرح مزيكا على برنامج في الاستوديو. انتظرونا على صفحتنا وجروب جروب العظماء، صفحة دي جي ويكا. شباب العظماء، اتمنى ان احنا نكون فدناكم. معاكم الادمن محمود ابو العنين. نشكر العضو احمد ويكا صاحب دي جي ويكا بالاباري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.